انتهى دور المجموعات الافريقي بتصدر النادي الاهلي لمجموعته في سابقه غريبه يعني عن النادي الاهلي في الفترات الاخيره. ودور مجموعات ايجابي للنادي الاهلي في حته ياما قوي. اولا انت ما خسرتش دور المجموعات ده، ودي الاول مره من 2008 تعمل يعني هو مش انجاز بس يعتبر مقارنه رقميا هو يعتبر انجاز. الاهلي ما استقبلش غير هدف واحد بس، كان من فريق يانج افريكانز في مباراه الذهاب، وكان هدف في الدقيقه الاخيره يعني، والماتش كان انتهى تعادل. والحاجه التانيه دور المجموعات ده، انا مش هتكلم عن الماتش، انا هتكلم على الاهلي عامه في دور المجموعات ده. الحاجات اللي انا شفتها، شفت في الاهلي حته طريقه تعامل خارج الارض. الحته دي احنا كنا الاهلي كانت وحش فيها مؤخرا. طب رحت يانج افريكانز كسبان لحد اخر دقيقه. شباب بلوزداد قدرت تلعب ماتش في اجواء، انت فاهم الاجواء بتاعت شباب بلوزداد واجواء المغرب. ميديام بتكسب في ملعب انت عارف ان هو مش ملعب حلو، وبتلعب مع فريق على فكره المجموعه دي يعني من وجهه نظري هو الاهلي، شباب بلوزداد، يانج افريكانز، ميدياما. او ممكن ميدياما اقل سنه بسيطه، لكن كمجموعه خادعه في الاسم، بس كثلاث فرق بيلعبوا كوره حلوه يعني. وشفت مع يانج افريكانز برضو زي ما قلنا التعادل. فشفت الاهلي بيقدر يتعامل وما استقبلتش غير هدف واحد، ودي حاجه حلوه جدا. ده الجزء اللي يخص دور المجموعات. الاهلي انا مش مركز انا هقابل مين، انا قابل اللي قابله طالما انا مركز في طريقي. حتى لو هقابل صن داونز، حتى لو هقابل صن داونز، البطل اللي عايز ياخد البطوله ما ينفعش يبقى معاه النجوم دي كلها. تمام. ومعايا 11 افريقيا واجي اقول انا عايز، مش عارف، عايز العب فلان ولا مش عايز العب فلان. لا، انا عايز العب اي حد. دي جزئيه. حابب برضه اتكلم على جزئيه التصريحات كولر بعد الماتش وفكره المهاجم. عامه تصريحات كولر هي عجبتني وما عجبتنيش. عجبتني على حسب اللاعب هياخدها ازاي. كهربا فكرة هو قال ان انا ترتيب المهاجمين عندي وسام ابو علي وموديستو وكهربا. قال له هو ما اعتقد هو ما وضحش موديستو ولا وسام ابو علي، بس يعني باينه ان وسام ابو علي الاول. وقال ان كهربا رقم ثلاثة عندي. انا بشوف دي ممكن تبقى حاجه كويسه وممكن تبقى حاجه وحشه. حاجه كويسه على حسب ايه. حاجه كويسه لو كهربا هياخد الجزئيه دي وياخد التصريح ده ويشتغل بقى على نفسه. وانا دي حته بحبها في المدرب الاجنبي. مفيش حد ضامن مركزه، ادي هتلعب. ده اللي انا بحبه. وحشه في حاله لو كهربا هياخد الموضوع ده ان انا خلاص ومكان اتاخد. لا، وانا عارف شخصيه كهربا هيرجع تاني عادي. وانا من وجهه نظر يعني وسام ابو علي، كهربا، مودست. مش لان مودست وحش، مودست حاليا مقارنه باول ما مودست جه هو كويس يعني، مش سيء مقارنه باول مودست، مش مقارنه بمهاجم الاهلي. لكن فكره ان انت مودست طريقه اللعب زي ما احنا قلنا، الموضوع ده زي ما بيقولوا قتل بحثا. مودست ترفع في اخر 10 دقايق بالنسبه لي من وجهه نظري، او يلعب شوط كامل لو خسرانين وعايزين مثلا على الاقل جونين، فالاهلي هيعرض فمعاك مهاجم ممكن يجيب كرة بدماغه. بس غير كده ما تقوليش بقى تحضير لعب وبنى لعب وموديست يبدا. لا، من البدايه كده موديست ما يلعبش وانت بتلعب كرة على الارض، مش هينفعك. شفت وسام ابو علي، شفت سرعات، شفت ماتش البلديه عمل ايه. وعجبني برضو النهارده جزئيه تانية، حته عمق السكواد بتاع الاهلي. شفت الماتش اللي فات بتبدا نيدفيد، قفشه، امام عاشور. النهارده بتبدا مروان عطيه والسوليه، وكان كوكا. شفت قدام عندك كريم فؤاد ورضا سليم. النهارده بشوف شحات وتاو قدام وسام ابو علي. النهارده مودست. بقى عندك عمق في السكواد، وفكرة ان انت قادر تنقل ما بين تشكيلة لتشكيلة، ومش حاسس بتأثير في الملعب كبير. حاسس انت بتقدم برضه عادي كويس، بتلعب حوالي مش وحش. دي الحتة دي كانت بتنقص النادي الأهلي. كان بيجي عليك أوقات كنت بتبقى مش عارف مين هيلعب باك يمين. كان حرفيا اللي فاضي اللي جاهز يدخل يلعب. النهارده برضو بتشوف الحته دي في مراكز ياما، هو بقى عندك حته انت فلكسبيليتي تقدر تلعب اي حد انت عايزه. الحته دي كانت من الناقص اللي في النادي الاهلي. كل ده استعدادا لمعركه يوم الجمعه. معركه يوم الجمعه دي طبعا هيبقى ليها حلقه مخصوص قبل الماتش، نتكلم فيه عن الفريقين بالتفصيل. بالتفصيل حرفيا، لان هي مباراه كبيره بين فريقين كبار. واعتقد هتبقى مباراه حلوه يعني في اجواء كويسه. اجواء مش اجواء طبعا السعوديه، انا بتكلم اجواء السعوديه طبعا كويسه جدا كمان يعني، وملعب كوره وجمهور.
ومباراة ترفيهية يعني بالنسبة للسعودية، لكن احنا بالنسبة لنا مفيش قمة ترفيهية يعني. كله عارف مفيش ترفيه. هتبقى اجواء حلوة، فكرة ان الفريقين مفيش فريق واقع فيهم، الفريقين يعني الاهلي اعلى شوية يعني. الاهلي بالنسبة لي يعني 70-30 كقوة. الاهلي حالي الزمالك يعني هنأجل الكلام في الزمالك ونأجل الكلام على الاهلي لحد بإذن الله الحلقة اللي هنعملها قبل الماتش. وشكرا جدا.